السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة قبل ما نبدأ نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تمام. دلوقتي أنا برضو حابب أسلم عليكم زي كل مرة. ازيكم، انتوا عاملين ايه؟ انتوا منورين الفيديو ومنورين بصراحة والله. شرفت الفيديو ونورتوني. والنهاردة أنا عامل الفيديو ده ليه أصلا؟ عامله عشان احنا بإذن الله النهاردة الحد 14/7 وبيوافق 8 محرم، وبعد بكرة هيبقى يوم التلات اللي هو بيوافق يوم 16/7 وبيوافق يوم 10 محرم اللي هو يوم عاشوراء. فأنا عامله عشان أقول لكم إن انتوا لازم تصوموه. ليه بقى لازم تصوموه؟ أقول لكم لازم والله احنا محتاجين أنا عايزك تاخدها أو انتوا كلكم تاخدوها كبداية، كبداية جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. ازاي كبداية؟ انك تبدأها. انت شخص مثلا مش بيصلي، ابدأ صلاة. ابدأها كخطوة ايه، كأنك انت تثبت لربنا ان انت عايز تقرب منه. يمكن انت حاولت كتير انك تصلي وما عدتش انقطعت شوية ورجعت وكده. حاول بقى ايه، تبدأ من جديد في اليوم ده وانك تصومه. انك تبدأ وانك تصومه وتصلي تقرب من ربنا. لاني والله برضو انا برضو عايز اقول لكم ايه، على بعض الحاجات انا عمال افكر حتى اقول اتكلم كده. انا مش شيخ وكده، ممكن معرفش اكلمكم في الدين او كده وبرضو في فيديوهات كتير بتقول فضل صيام هذا اليوم، اللي هي ربنا بيكفر لك ذنب، اللي هو بيغفر لك ذنوب السنة اللي قبليها كلها، اللي هي السنة اللي فاتت. فدي حلوة جدا والله. دي فرصة رائعة جدا. انت تخيل سنة كاملة انت عملت فيها ذنوب، انت مش تقدر تعدها اصلا ولا تقصيها تقريبا. ف ربنا يغفرها لك كده لما تصوم اليوم ده. بس انت فاهم الموضوع او متخيله معايا، او انتوا متخيلينه معايا؟ والله بجد تخيل سنة 365 يوم بذنوبها بكل اللي انت عملته. ايه، ربنا يغفرها لك كده لما تصوم اليوم ده. بس وانت برضو مش بتصوم لله، مش اقصد ربنا مش محتاج حاجه مننا، ومش محتاج ان احنا نصلي، ولا محتاج. ربنا غني عننا سبحانه وتعالى كلنا بلا استثناء والله العظيم. اللي انا بقوله لك انت بتصلي لنفسك وهتصوم لنفسك وهتنفع نفسك. انت لما تصلي هتعمل ايه؟ عشان برضو اوضح لك اللي انت هتحصل عليه لما تقرب من ربنا عموما سواء بقى بالصلاه بالصيام باي يكن. بس طبعا اهم حاجه لازم تصلي. الصلاه دي اهم حاجه في الدنيا والله بجد لازم انت لما تصلي وتقرب من ربنا والله هتحس في اختلاف كبير جدا في يومك، في بركة في الوقت، في تيسير لأمورك، في دراستك، في حياتك، في شغلك. والله بجد هتلاقي في فرق شاسع جدا 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 جدا. هتلاقي ربنا بيوفقك مثلا كمثال. انا هقولك حاجة. طيب انا مرة كنت متضايق، حصل حاجة كده وصراحة انا كنت متضايق. موقف حصل فاتضايقت شوية وكنت زعلان. المهم رحت أصلي في الجامع، رحت لربنا سبحانه وتعالى وصليت الحمد لله. زي ما يكون والله العظيم كان ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى ان انا ادخل بيته وانا كنت متضايق وكده شويه. بس كنت راضي باللي حصل معايا والله. ربنا يعلم ان انا انا مش كامل والله، ومش بقول لكم ان انا برضى دايما كده. بس بحاول والله العظيم، بحاول على قد ما اقدر ان الواحد يرضى بما قسمه له لنا. والبلاء مع ان برضه بيكون صعب انا عارف والله. بس انا بقول لك ارضى ارضى والله العظيم. لاني ايه، واحنا بنتعلم احنا بنتعلم. وربنا قالها والله العظيم: ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك. انت هتستريح، انت فاهم؟ انت هتنام مستريح، قلبك هيكون مستريح، مش هتشغل بالك بحاجه. والله فعلا في اليوم ده ربنا تقريبا ما رضيش يطلعني من عنده زعلان. والله العظيم بكلم جد من الجامع، والله بكلم جد. عملت انا ايه؟ برضو انا كان لازم اعمل حاجه. انا كنت قاعد عادي، لقيت حد قال لي شخص راجل ربنا يصلح حالي يا رب والله. انا ايه، قال لي تعالى اقعد معايا شويه، ايه، نقرا قران وكده، نتعلم بمعنى اصح، نتعلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فقعدت جنبه
وفي حاجات انا كانت في المصحف انا مش عارفها. كان يعني بعض الحاجات اللي بتكون فيه زي القلع وصري، يعني ممكن مش اكون منطقة صح كمان، بس اللي هي بتكون فوق يعني مثلا ان انت تقف وتكمل، وان انت جاهز ان انت تقف وجاهز ان انت تكمل. اكيد يعني الناس اللي بتقرأ قرآن وحافظينه وفاهمين الكلام ده، يعني انا في حاجات دي ما كنتش اعرفها، ففرحت بصراحة، وكان نفسي دايما حد يقولها لي او انا اتعلمها، بس طبعا كنت يعني لما بقى بكسل وبقول مفيش وقت، يعني الحاجات دي كده يعني. المهم يعني في اليوم ده قعدت معاه واتعلمت، يعني يمكن حاجة بسيطة حتى ما كملش ساعة، ولا اللي هو يعني يمكن 10 دقايق او ما كملناش يعني حاجة. المهم يعني فرحت والله العظيم، يعني طلعت كنت سعيد جدا اقسم بالله العظيم. والله ما بكذب عليك بجد، انا فرحت ان انا عرفت الحاجات ديت، وفرحت ان انا يعني ايه، يعني اتعلمت اقرا، لان انا كان نفسي اتعلم اقرا صح وبالتجويد وكده. فتعلمت برضه احكام القراءة والمد والحاجات بعض منه الشخص اللي لا يصلح حاله ده، يعني ربنا يجازيه خير والله العظيم بجد على هو بيعمل معايا. بس يعني ده اللي كنت عايز اقولك والله، يعني حاجه زي كده، يعني ربنا لما انت تقرب منه والله، حتى العبد اللي بعيد عنه والله العظيم بيفرحوا وبيقربوا منه اقسم بالله العظيم. وربنا هو اللي بيدعوه، يعني والله بيبعت له كذا حد، يعني أصل دي مش صدفه ان حد يجي يقول لك تعالى صلي، مش صدفه. يعني لا، ربنا كاتب لك ان الشخص ده يجي لك يقول لك تعالى صلي وكده، انت بقى يعني لازم تعمل. يعني كذلك الشخص اللي انا بقول لك عليه ده يجي يقول لي تعالى، انا لو ما كنتش قمت خلاص ما تقومش براحتك، انت حر، انت حر. ومع ذلك برضه هبعت لك حد تاني وتالت وعاشر وكل حاجه، حتى دي يعني حتى ان هي هتكون عليك حجه، عشان ايه؟ لو ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه كده يسالك انت ما كنتش بتقدر عليه، انا مش بعت لك كذا حد، مش بعت لك كذا حد، مش مره واحده والله العظيم، من مره واحده. فبلاش تعرض، والله العظيم بتكلم بجد، وقرب من ربنا وخدها فرصه ان انت تصوم اليوم ده. وبالنسبه للشباب اللي هم الرجاله، يعني في اليوم ده، يعني لو انت مش بتصلي وكده حاول تصلي، حاول تصلي، ولو يعني ايه هتقل عليك ان انت تصلي في الجامع، بجد يعني معلش لازم تصلي في الجامع. والله بجد البيت مش يعني صلاة في البيت مش للرجالة يعني، مع كل احترامي بجد انا ما اقصدش حاجة، بس بجد مش لينا والله. والله يعني الراجل المفروض يتحرك ويطلع ويروح يصلي وكده، يعني وانت هتستفيد، هتقابل ناس وتعرف على ناس وتسلم على ناس، ويعني هتبقى اجتماعي قليلا يعني. وبس ده اللي عايز اقوله لك والله برضه، يعني الى جانب ان انت لما تروح تصلي هتكون العاده ديت، يعني سبحان الله من تكوين العادات ان انا اتعلمت برضه والله بفضل الله، يعني ان انت لما يعني عايز تكون اي عاده وكده، يعني محتاج مكان تعملها فيه وتحدد الوقت. فربنا سبحانه وتعالى والله عامل معانا كده اصلا، يعني عامل معانا كده عشان يكون معانا عدد الصلاه. يمكن في الاول هتبقى يعني تقيل عليك شويه وكده، بس بعد كده هيجي عليك وقت باذن الله لما انت تستمر، يعني مش هتقدر تعدي يومك من غير ما انت تروح تصلي، سواء بقى في الجامع كده، ولو عدى يوم عليك انت مصليش فيه صلاه في الجامع والله العظيم هتزعل جدا، والله لازم تقول لا انا لازم اصلي الصلاه كلها في الجامع. فانا بقول لك كبدايه بس، يعني حاول صلي في الجامع، سيب مش هقولك صلي السنه اللي قبليها ولا السنه اللي بعديها، ولا صلي بس الفرض، انا مش عايز تعمل اي حاجه تانية. ولا برضه هقولك يعني قول الاذكار قادر تقولها وقتها اعملها، انا مش قصدي حاجه، بس برضه عشان مش تكون تقيله عليك في الاول وكده، ما انا عارف. اعمل بس صلي الفرض اللي عليك وخلاص وامشي، مش هقولك حاجه تانية. عايز تستنى وتقرا الاذكار في اليوم ده وكده، يا ريت يا ريت والله ربنا يصلح لك، ولو هتصلي كمان ركعتين سنه قبليه يعني ربنا يصلح حالك. ما قدرتش خلاص صلي الفرض وشكرا جزيلا، ويا سيدي شوف اللي هقولك بعد كده، بس انا مش عايز حاجه تانية منك والله. وبرضه كذلك البنات، يعني انا عارف ان يعني الجامعه ممكن يبقى يعني مش تقدروا تعملوا كده، يعني انا اصلا مش ليك انت، يعني مش حاجات انت مش ليك انت تصلي، بس انت يعني عادي ممكن تصلي في البيت، يعني انت يحبب تقريبا، يعني انا مش عارف الحكم، بس يعني في اعتقادي ان يعني ايه، عشان برضو ايه حفظا للبنت ان هي بلاش تقعد يعني تطلع كده بس، يعني وتروح الجامع وكده، برضو حفظا ليها ان هي تصلي في البيت، فصلي في البيت عادي. بس برضو حاولي عشان تلتزمي باذن الله، يعني ان انت تصلي في الوقت، يعني تسمع الاذان تقوم تتوضي وتصلي على طول، حتى تربطيها بالميعاد ده، ما تسيبيهاش، لان سبتيها ممكن تنسي، والله العظيم هتنسي وتتلهي في حاجات تانية، سواء بقى بتعملي حاجة في شغلك في دراستك ايا يكن، هتتلهي وهتنسي صدقيني. وصدقيني يعني والله بجد ده بيحصل معانا كلنا، واسألي اي حد ممكن يقولك نفس الموضوع ده. فحاولي تصلي في الميعاد، يعني تسمعي تقومي تصلي تتوضي وتصلي على طول. بس برضو اللي مش بيصلي يعني اعملي كده، اعملي بس في اليوم ده ومش هتخسري حاجه. ولعلك برضو ما تعمل كده شباب وبنات، يعني او ما تعملوا كده والله لعلكم
ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يرزقك بدعوه تكون سبب في هدايتك، وان انت تستمر، دي تكون البدايه معاك الى ان تلقى الله على ذلك باذن الله، على حسن الخاتمه باذن الله، وتقابله وانت بتصلي وصايم، وتزيد وتقرب جدا من ربنا، والله العظيم هتفرح وتحس بسعاده. يعني ممكن تكون ماشي كده في مره بس يعني فتفرح، بس تلاقيك بتضحك كده بجد. والله يعني قرب من ربنا جميل جدا اقسم بالله العظيم. واسالوا الناس واسمعوا عن الحاجات دي، انا بتكلم عن يعني دي كل ده يعني بفضل الله. الحاجات دي يعني مجربه يعني عن تجربه مع الناس ومعايا وكده، بجد يعني والله قرب من ربنا، وخدها فرصه ان انت تبدا من جديد معاه. يعني لو في حاجه، في ذنب انت بتعمله، سواء بقى يعني انت بتشرب سجاير، بتعمل حاجه مش كويسه، بتتفرج على حاجات وحشه، ايا يكن يعني، ما بتصلي يعني، ايا يكن الذنب انت اللي بتعمله، حاول تبطله في اليوم ده وما تعملوش في اليوم ده. عارف انك ممكن تكون حاولت انك تبطله وتبعد وبترجع ليه تاني، حاول ابعد، قرب من ربنا بس في اليوم ده، وما تعملهوش في اليوم ده. وادعي من قلبك يعني. حاول قبل المغرب كده، قبل الفطار، تقعد بس يجي يعني نص ساعة، ربع ساعة، 5 دقايق يا سيدي، ايا يكن، بس ادعي بس كذا دعوة كده من قلبك، من قلبك بجد، واطلبها من ربنا. يعني قول يا رب يعني ما تسيبنيش كده، انا مش لي غيرك، والله بتكلم بجد يعني. قولها من قلبك، قولها بجد من قلبك، لان انت محتاج واحنا محتاجين ده كله والله يا جماعه. وبجد يعني ربنا هيعزك والله العظيم، يعني اتذلل لربنا والله العظيم حرفيا بجد يعني، لان احنا كلنا يعني ولا حاجه والله العظيم بجد. يعني اما ربنا شويه كده هيعزك والله العظيم، هيعزك ويقربك منه والله بجد يعني. فحاول قرب من ربنا، وقول له يا ربي قربني، انا مش لي غيرك، سامحني يعني. انا عارف انا بحاول والله اقرب وبرجع وبروح وبعمل، فلازم اصلي يا ربي، انا مش لي غيرك، والله انا مالي غيرك. قول له الكلام ده، قول له من قلبك، وادعي باللي انت نفسك فيه. نفسك في اي حاجه تانية ادعيها، بس اهم حاجه ادعي ان ربنا يهديك، ان يقربك منه ويسترها معاك ويوفقك. وادعي بالنجاح. والناس اللي في الثانويه العامه برضو، انا عايز اقول لهم حاجه يعني، ربنا يعينكم يا رب، يوفقكم ويعني ويقويكوا والله على اللي انتوا فيه وكده. وبرضو بالنسبة للمذاكرة، ماشي يعني ده خارج الموضوع، بس هقولها بس حاجة سريعة معلش. ان انت يعني بالنسبة للناس اللي بتذاكر، انا عايزك تذاكر ومالكش دعوة بأي حاجة تانية. يعني ما تحملش هم بقى ان انت هتجاوب صح ولا غلط، لا يعني مالكش دعوة بالنتيجة. يعني ذاكر بس واعمل اللي عليك على قد ما تقدر لاخر اليوم، حتى لو فاضل ساعة واحدة قبل الامتحان وانت ما ذاكرتش حاجة في حياتك، افتح كتاب واقرا. لو انت رايح المواصلات وفاضل كذا دقيقة، ما تضيعش الوقت ده في اي حاجة تانية، ولا في التليفون ولا في اي حاجة. حاول بس تقرا اي حاجة كده في المواصلات، يعني استفيد. لو انت مريتش اي حاجه، انا بقولك يعني اقرا وذاكر واجتهد، يعني على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. يعني ما فيش، حتى لو فاضل يوم واحد بس، اعمل عليك، بس اعمل عليك عشان في اليوم ده، وربنا هيوفقك، ربنا هيوفقك والله. مالكش دعوه بالنتيجه، ان يكون النتيجه فباذن الله انت تعبت واجتهدت، من الشخص اللي هو مثلا مش مذاكر او كده يعني. والناس بقى اللي بتذاكر وبتتعب، يعني انا عايز اقول لهم، عشان في ناس بجد بتزعل على نص درجه والحاجات دي، بجد ربنا يوفقهم. انا عارف والله انت بتكون تعبت وعايز تاخد حاجه، بس برضه هي يعني النتيجه مش لازم تجيب، يعني انت مش لازم تجيب 100%. انت مش مطالب بكده يعني، انت عايز تنجح، انت عايز تنجح وتدخل اللي انت عايزه، فمالكش دعوه بقى. انت مش عايز يعني انت تكون انت طلبت من ربنا عايز تدخل مثلا كليه طب او هندسه او ايا يكن انت عايز تدخله، مالكش دعوه بالطريقه اللي انت تدخلها بيها. يعني مش لازم، يعني انت مش عارف التنسيق هيبقى عامل ازاي، ولا الدرجات هتبقى عامله ازاي، فانت بس اجتهد واعمل عليك، والله ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. وبرضه لا قدر الله ما كانش ليك نصيب في المكان ده، صدقني ان الاختيار اللي ربنا هيرزقك بيه وهيوديك ليه، والله العظيم ده يكون احسن ليك من اللي انت هتكون عايزه، احسن بمراحل والله العظيم. وهيجي عليك اليوم اللي بعد كده هتعرف ان ده افضل اختيار واحسن حاجه ربنا اختارها لك. فانت ما تتضايقش وما تزعلش، وبرضه مش تبني يعني سيبها على الله، سيبها على الله. طب اقول لك يعني احلم ان انت تكون تدخل، بس قدر الله مش ليك نصيب فيها، قدر الله مش هتعمل، احمد ربنا وارضى باللي ربنا قسمه لك، وما تلاش وذاكر. وبرضه يعني حتى لو انت مش نايم وقلقان بتقول انا مش نايم كويس واحل غلط، بص اعمل عليك واجتهد وهتنجح، هتنجح باذن الله، وربنا يوفقك. انت مش تعبت واجتهدت وواثق من كده وعملت اللي عليك على قد ما تقدر، خلاص خلاص يا استاذ والله بجد يعني انت هتنجح، انت هتنجح وانت هتنجحي، وربنا هيوفقك والله العظيم باجتهادكم يعني باذن الله. فبرضه قربك من ربنا هيوفقك. يعني مثلا انا اقول لك حاجه، انت مثلا نفسك تجيب كام؟ 99 او حاجه زي كده، او مثلا مفيش حد يعني قليل اللي بيجيب 100%. انا اقول لك بقى ازاي توصل 100% دي. يعني انت متقرب من ربنا بالصلاه والحاجات دي، انت يعني ممكن تكون مذاكرتك دي توديك كام مثلا، يعني 94 95 يا سيدي 99.
فاما تصلي وكده ربنا هيوفقك الاجابه الصح والله العظيم بجد. وهنحاول لما تدخل الامتحان يعني ايه، يعني صلي بس على النبي قبل ما تبدا، وتسمي الله وتتوكل عليه، وقول يا ربي يسر لي اموري، واللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، فحضرتك تجعل الحزن اذا شئت سهلا، وربنا هيوفقك. وبعد بقى ما تدخل الامتحان وتعمل، قبل اي سؤال حاول تصلي على النبي، يعني تقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تقرا السؤال وتحله وبس. السؤال اللي بعديه تعمل كده نفس الموضوع ده، مش هتاخد منك حاجه، مش هتاخد منك حاجه. وما تخافش، عايزك تهدى وتعمل، عشان يعني ايه، مش يعني ما تخافش وعايزك تهدى وتكون ثابت كده، لان انت لو اتوترت وكده ممكن ما تعرفش تحل. فانا عايزك تهدى وما تحملش هم، ومالكش دعوه بالوقت ولا دعوه باي حاجه، عارف ان والله بيبقى في ضغط ساعتها وكده، بس انت بدل عملت اللي عليك، ما تقلقش من اي حاجه، ما تقلقش. حتى لو عدى عليك وانت مفيش وقت وحليته كده، ربنا هيوفقك الاجابات الصح في الاخر. حتى لو في اسئله ما كملتهاش، والله ممكن ان انت بتحل بتختار الاجابات ديت هي تكون صح، بس انت بس تكون عامل اللي عليك وبتحله كده. وهي مش هتغير حاجه، قول بس يعني اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اقرا السؤال حله بس. وقف معاك سؤال كمل في اللي بعديه، سيبه للاخر. معاك 10 اسئله سيبهم للاخر، مالكش دعوه، حل اللي انت عارفه دلوقتي وبعدين فكر في الاخر في اللي انت فيه ده. وبرضه انا مش واحد يعني شاطر قوي عشان اقول لك الكلام ده، بس يعني دي حاجات انا يعني بعملها وربنا هيوفقك ليها والله. حتى يعني حاول بس تذاكر، ويعني ايه الناس اللي هي عايزه تنجح وكده، وفي ناس مش بتذاكر، يعني في ناس متفوقة كده، ده انا كنت كلامي ليهم. وبرضه الناس بقى اللي هي يعني ايه، او مش متفوقة بس اللي هي بتجتهد عشان توصل لحاجة يعني كده. في ناس اللي عايز تنجح، بس يعني الناس اللي عايز تنجح ديت اعمل كده، يعني ذاكر بس حتى لو صفحة، او يعني لو فاضل كام يوم، 3 ايام ولا 4 ايام من قبل الامتحان، افتح فيهم كده واقرا. على الاقل هتكون عملت اللي عليك قدام ربنا شوية. عارف ان انت ما كنتش ذاكرت وكده، بس اعمل بس اي حاجة يا سيدي. ما تقولش بقى لا ما عادش فاضل، ومش فاضل غير ساعة، ومش فاضل غير 5 ساعات، ولا فاضل يوم ولا يومين، يعني هو انا لو ذاكرت هنجح وكده، لا. يعني والله هتنجح. لازم حتى لو ايه، يعني لو تعمل اي حاجة. يعني حتى في حديث اللي هو ان انت لو يوم من الايام قام ومعاك انا مش فاكره بالظبط والله، بس يعني معاك بذرة عايز تزرعها او كده، ازرعها مالكش دعوة. ازرعها ربنا، لعل ربنا يعني ايه، يعني هيوفقك ويجعلها في ميزان حسناتك يا سيدي، مالكش دعوة. حطها وازرع، وانت كذلك ذاكر، يعني في معناه ذاكر. ذاكر لو فاضل دقيقة، والله العظيم بجد ذاكر وتوكل على الله. ولعل اللي انت تذاكره ده في الوقت، في ال3 ايام دول ولا في الساعة ولا كده، تلاقي جايلك في الامتحان، والله بجد بتحصل كتير وناس كتير قالتها والله العظيم. فربنا يوفقك. وانا مش طولت في موضوع اللسان العلم، بس والله يعني ربنا يوفقكم، وادعي باللي انت تدخل الكل اللي انت عايزها ديت، وربنا يوفقك. وبرضه ده حلو برضه ان ايه، يعني ربنا يعني يدخلك الحاجة اللي انت هتكون كويس فيها، لان ربنا عارف انت هتكون كويس في ايه. يعني ده برضه هيبقى ده حلو. بس انت نفسك في حاجة ادعيها ربنا يوفقك ليها ان شاء الله باذن الله. هيعرف يعني يظبط لك امورك فيها وكده باذن الله يعني. فربنا يوفقك يا رب. تمام بقى. فانا يعني انا بس حبيت اتكلم، انا معلش طولت شويه، بس والله في حاجه يعني قربت اخلص اهو خلاص. انا بس كل اللي انا عايز اقوله لك ان انت تقرب من ربنا في اليوم ده، حاول تصوم وتقرب من ربنا، وباذن الله ربنا يتقبل منك صيامك وكل حاجه، ويجعله سبب ان شاء الله في هدايتك كبدايه، تستمر معاك باذن الله. انت ما تبطلش صلاه ولا تبطل قرب من ربنا ولا صيام ولا ذكر ليه، وهي هتيجي تدريجيا، والله هتيجي تدريجيا. بس اهم حاجه ان انت تصلي، ابدا بس بالصلاه. وفي الجامع، معلش في الجامع البنات بعد اذنك يعني، لما يجي ميعاد زي ما انا قلت الصلاه، قومي صلي على طول، وبعدين اعملي اللي انت عايزاه ايا يكن ايه هو. قومي صلي بس الفرض، واعملي اللي انت عايزاه وبس، عشان بس تكوني العادة دي عندك والله. وان شاء الله بجد هتوصل لمرحلة والله، ان لو عدى عليك وقت انت، لان انت يعني هتزعل لو انت عدى عليك وقت ومش صليت، هتزعل وهتقوم تصلي وكده. ولازم يعني ايه، انت برضو مثلا انت تكون في دراسة ولا في حاجة، حاول برضو تنزل تطبيق على الموبايل عشان يفكرك بأوقات الصلاة. انت مش حافظها ومش عارف امتى وكده، وهي برضو بتغير في الأوقات وكده كدقايق وكده، فعادي عادي اعمل، نزل تطبيق يفكرك بمواعيد الصلاة، وروح صلي. لو انت ولد في الجامع افضل والله العظيم ليك، واحسن بكتير. حتى كتغيير لو انت بتذاكر في ثانويه عامه كده، او في شغل او حاجه، تفصل بس شويه عن الشغل وعن الجو اللي انت كنت فيه، وتروح تقابل ربنا، تقعد معاه شويه في الجامع الفرض يا سيدي، وقوم اعمل اللي انت عايزه بعد كده بس. وربنا يوفقكم والله. كل ده يعني انا بس بقول لك ان انت حاول تصوم اليوم ده، حاول تصوم اليوم ده. عارف انك ممكن تكون وراك شغل والجو حر وممكن تقول كده، بس حاول
حاول تصوم، لان انت بتصوم بفضل الله، مش بقوتك وبشطارتك وبصحتك وبالحاجات دي. والله والله اقسم بالله كلنا لا حول لنا ولا قوه. وفي حاجه انا اقولها لكم يعني برضو جميله جدا والله، يعني انا عرفتها برضو، ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق حملة العرش، اللي هم اللي بيحملوا عرش حضرته، هم الملائكة يعني اللي هو ما بين يعني ايه المكان ده او لحمة اذني الى عاتقه ديت مسيرة 700 سنة، واحنا بيننا وبين هنا عشان نوصل للسماء الاولى وكده 500 سنة تقريبا يعني، فيما معناه ده اللي انا فاكره يعني وبقوله لك. يعني الملك ده او الملائكة ديت ما يقدروش يشيلوا عرش ربنا، تمام؟ اول لما خلقهم شيلوا مش قدروا يرفعوه، والله العظيم قال لهم كده. وبعد كده أعطاهم قوة أهل الأرض كلهم تقريبا، أو يعني أهل السماء الأول جم يشيلوا ما عرفوش، أعطاهم قوة أهل الأرض وأهل السماء، ده غير قوتهم أصلا وخلقهم، اللي يعني ربنا بس ادانا كمثال إن أنت عشان توصل من هنا لغاية هنا المكان ده محتاج تمشي كام 700 سنة. فتخيل الملك كله أصلا عامل إزاي يعني عليهم السلام أجمعين. يعني وما قدروش يحملوا العرش، فربنا كان بيعلمهم درس في إيه، ان هم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ففعلا كلنا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وخلي عندك اليقين ده والله العظيم بجد، انت مش هتقدر تحرك دراعك ده، ولا تتنفس ولا تتكلم ولا تحرك لسانك ولا تغمض وتفتح عينيك، والله العظيم ما هتقدر تعمل حاجة غير بحول وقوة الله. فانت بتصوم بفضل الله، ولان هو عايزك تصوم، فانت خد النية بس وانوي، وهو والله العظيم هيوفقك، والله هيوفقك ليها. وحاول يعني حاول معلش استحمل، هو يوم واحد بس، هو يوم واحد قدرت تصوم يوم قبليه ويوم بعديه يبقى حلو جدا، وربنا يجازيك خير ويقويك على كده. ما قدرتش والجو والدروس انا عارف والمذاكرة والشغل بتاعك وانا عارف ان الجو حر وكل حاجة، بس والله هو يوم واحد بس. وحاول برضو تشرب مية بالليل كتير قبل الفجر قبل ما تصوم، عشان برضو الجو حر فعلا، واحنا اكيد يعني هتعرق يعني وتطلع مية يعني ايه يعني المية يعني لازم، عشان ايه مش يجيلك بعد الشر الجفاف ولا حاجة يعني، وتقدر تكمل بس اليوم بإذن الله. حاول تشرب مية كتير قبل ما تصوم بإذن الله، وتوكل على الله وكل كويس، يعني تسحر كويس، وبإذن الله ربنا يوفقك في كده. ولازم تعمل الاتنين دول برضه عشان ربنا يعينك بإذن الله. وكده كده برضه هو هيوفقك، هو برضه يوم واحد، يوم واحد بس مش تعمل فيه أي حاجة، يوم هتصومه وخلاص، وربنا هيكفر لك ايه سنة قبليه. ولعل برضه باذن الله، ظن بالله احسن ظن بالله كده، ان هو يرزقك دعوه تدعيها تكون سبب في هدايتك الى ان تلقاه باذن الله، ويثبتك كمان في الزمن ده والله العظيم جدا. ذلك يعني الاساتذه البنات، ربنا يعينكم ويوفقكم ويصلح حالكم والله. وانا اسف جدا على الاطاله، بس والله حبيت اقول الكلام ده يعني، وربنا يجعله يعني سبب في ان انتوا باذن الله يعني تصوموا اليوم ده وتصوم الأيام. وبرضه كتذكرة في 13 و14 15 بعد الأيام دي لو تقدر تصومها، يبقى ربنا يصلح حالك ويجازيك خير ويوفقك. ما قدرتش فكر غيرك بس. برضه بعد إذنكم يعني لو يعني تبقوا تودوا الفيديو ده لأي حد يعني عايز يصوم أو كده. أنا عارف الإطالة بس هو في كذا حاجة والله، بس أنا بس حبيت يعني منها إن أنا أفكرك بالصيام، ومنها أعرفك القرب من ربنا هيوديك لفين. والله العظيم يمكن هتحصل معاك كأنها معجزات، والله تصل ان هي تتسمى كمعجزة وعجائب، والله هتشوفها لما تقرب من ربنا. هينجيك من حاجات ويصلح حالك ويوفقك وبركة يعني، هيوفقك والله، ويرزقك من حيث لا تحتسب، ب... بشغل بفلوس بحاجة جديدة بكل اللي انت عايزها. مع ان انت لو يعني هيرزقك بحاجات كتير والله بحاجات كتير، وربنا هيصلح حالك ويوفقك بإذن الله، وربنا يجزيك خير. وشكرا، أنا آسف على الإطالة، مش عارف مين اللي كمل معايا لغاية دلوقتي بصراحة، بس الله يصلح حالك ويجزيك خير. بس برضه يعني خد الفيديو ده انت تشوفه كتغيير يعني، برضه كفصل لو انت بتذاكر أو بتشوف حاجة بس. وشكرا جدا لحسن استماعكم والله، ومش تنسوا تصلوا على النبي قبل ما تطلعوا. وانتوا والله بجد يعني نورتوني اللي دخلت الفيديو اللي داس عليه، حتى لو شاف دقيقتين منه لا يعني يكون. ربنا يقويك ويعينك ويجزيك خير. ممكن تقسمه على كذا فترة، مش تشوف الفيديو مرة واحدة يعني، بس على الأقل شوفه عشان يعني ربنا يوفقك. وبرضو حاجة أخيرة ماشي، دور على حد يعني ايه يعينك ويشجعك ان انت تصوم اليوم ده. ما تروحش تقول لحد يعني او انت يعني حتى لو قلت لحد ان انت تصوم وقالك يا سيدي احنا ورانا مش عارف امتحان ولا ورانا
درس ولا ايه مش هنعرف، والجو حر ومش حر، يعني حاول تدور على اللي يشجعك. مش بقولك سيب الشخص ده ولا ما تكلموش، لا انصحه هو كمان. ولو هو مش صام مش لازم ما تصومش زيه، انت صوم قادر صوم. يعني ما يعني دور على صاحبة صالحة بمعنى صح، عشان تعينك وتقويك في الزمن ده والله. لان لو مش ساعدنا بعض وانا بعض هنضيع بجد والله. لو كل واحد دانه في حاله كده ولا بينصح ولا بيعمل وكده هنضيع بجد والله العظيم. ربنا يجزيه خير، وشكرا جدا ليكم. مش تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.